في حالات في كسور العظام بيبقى الكسر متفتت، وكمان بقى لو الكسر خرم الجلد وعمل جرح في الجلد. المريض الحقيقة اللي بيكون بالشكل ده بيكون عنده عرضة عالية جدا ان يحصل له التهابات صديدية مع اي نوع شرايح ومسامير تركب له. علشان كده اي جرح عملية يتفتح في المريض ده لازم يكون محسوب ومدروس كويس قوي. هتفتحه فين وهتفتحه امتى وهنركب له شريحه ومسامير ولا هنركب له جهاز مثبت خارجي؟ كل الاسئله دي لازم ندرسها كويس قوي قبل العمليه. النهارده معانا حاله من الحالات دي، عملنا له شريحتين بس الشرايح ركبناها بجروح صغيره جدا، كل جرح 2 سم في كل شريحه علشان ما نفتحش جرح في الجلد. الحمد لله احنا بقالنا 4 شهور وصلنا نتيجه كويسه جدا، بيمشي كويس جدا، الكسر التئم بنسبه 80% تقريبا. كنت عامل حادثه في المكنه وكان العظم متدشدش خالص وكان في نزيف في رجلي، وكذا دكتور يخوفني، كان يقول لي ده ممكن يحصل ميكروب في رجلك وبتاع. الحمد لله جيت للدكتور كريم من غير فتح كبير ولا حاجه، فتح صغير. الفكره ان ده اسمه كسر مفتوح، يعني كسر مفتوح فان احنا بنحتاج نعمل حاجه اسمها تدخل محدود. التدخل المحدود ده ان احنا ما بنفتحش جروح في الجلد كبيره، بنفتح يعني ايوه يا دكتور فتحات صغيره بالظبط، والشريحه الثانيه برضه 2 سم فوق و2 سم تحت، علشان ان احنا ما ندخل الشريحه جوه الجلد من غير ما يبقى في جرح في الجلد فيعمل لنا احتمال ان يحصل ميكروب او التهاب بعد كده. لا ما حصلش ميكروب ولا التهاب يا دكتور، الحمد لله. الحمد لله يا هاني. عرضت الاشاعات على كذا دكتور بالعمليه، قال لي اللي عامل لك العمليه ده دكتور استاذ. ربنا يكرمك يا هاني. بامانه يا دكتور، قال لي دكتور استاذ ما فيش بعده ولا قبله تاني. الله يكرمك. دلوقتي ادي لي 4 اشهر بمشي على رجليا طبيعي من غير عكاز ومفيش اي حاجه. الحمد لله. بصراحه يعني يا دكتور الله يبارك لك. الله يخليك. الله يبارك لك. واي حاجه في العمليه بعد العمليه كنت اتصل بيه اصور الجرح واصور اي حاجه، كان يرد عليها على طول واعمل هات كذا واعمل كذا وتعالى لي، والحمد لله نشكر ربنا واشكر الدكتور كريم. الحمد لله. دي واحده من الحالات الصعبه اللي ربنا بيكرمنا وبيعديها على خير، وربنا يكمل له الشفاء على خير ان شاء الله. انا الدكتور كريم سمير، استشاري جراحه العظام والمفاصل ومدرس في جامعه عين شمس.